السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الأوفياء، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من البرنامج الشهير قسمة ونصيب. في بداية تعارف بين شباب وبنات، وليد وآية راح يكونوا طايرين من الفرح، والمصري شكله مش عجبته ديانة. اللي عجبه واللي حيحط عليها العين هي شيماء. داني وليد بيقول له دير بالك، يعني راح بيقصد انه راح ياخد منه آية. سامعين؟ وفي آخر الحلقة راح يكون مناوشات وراح تكون شجار قوي. عطيات وليلى راح تطلع بينهم، وعطيات راح تقول لليلى ده كذاب. الكذاب انسى ويسأله على هي بتقصد أمة شعر أشقر، بتقصد صاحبة الشعر الأشقر. أظن إنها قالت كلام قدام الحموات، وبعدين يمكن قالت كلام تاني، عشان كده قالت المصرية الكلام ده. وفي الحلقة الجاية حيكون شجار بين آية وبنت من المشتركين، وليلى بتستفز الحموات. زي ما قلت لكم، ليلى يعني الأم المصرية قالت لما الكذاب ينسى اسأله. أم وائل مايا مش مهتمة فيني، يعني بتقول الحامات اللي هي أم وائل إنه مايا ما بتهتم فيها، ما بتتكلم معاها، يعني ما بتجلس وتحكي معاها زي الحموات التانيين لما بيحكوا مع زوجات أبنائهم. وآية محتارة بين وليد وداني. لحد الساعة آية ما عرفت مين تختار، يا تختار وليد أو داني. هذه هي الملخص أو لقطات من الحلقات الجاية إن شاء الله، تسريبات اللي حتكون في الحلقات الجاية. فضلا وليس أمرا منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان دائما يبقى يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين. لا تنسوا اشتركوا في القناة وشاركونا آراءكم في التعاليق. مين حب البرنامج يخلينا لايك. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.